السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ كنتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. عواشركم مبروكه، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المعسله زوينه بزاف شكلا ومذاقا. هاد المعسله خصوصا للناس اللي ما حضروش الشباكيه، فما تردوش انكم تحضروها. كتجي زوينه بزاف، ساهله في التحضير، غادي تحضروها في نهارها وما كتاخذش بزاف ديال المجهود، ونفس المذاق ديال الشباكيه. كتجي هشيشه وشاربه العسل ومعلكه. في هذا الفيديو غادي نعطيكم جميع الاسرار والنصائح باش كتجيكم هكا هشيشه، وكيجي الشكل ديالها والمنظر ديالها زوين، وفي نفس الوقت ما كتهرش ليكم فاش كتكونوا كتحضروها. وقبل ما نبداو الفيديو كنتمنى الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره يشتركوا في القناه ويضغطوا على زر الاعجاب الى عجبهم الفيديو، وإلا شافوني كنستحق بطبيعه الحال. بالنسبه للمكونات غادي ناخذ كيلو ديال الدقيق، غادي ندير ليه واحد القبيصه ديال الملحه، كنضيف معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه اللي كيكونوا مطحونين بشكل جيد. غادي نضيف نصف كيس ديال الخميره ديال الحلويات، وغادي نضيف واحد الكاس الا ربع ديال الحليب، اولا نصف كاس زيد واحد شويه ديال الحليب اللي يكون دافي. غادي ندير واحد الاصفر بيضه، وغنبداو نخدموا هاد المكونات كنبداو نبسبسوا هذوك النواشف شويه مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف ربع كاس ديال الزيت اولا ديال الخل عفوا، وجوج معالق كبار عامرين مزيان ديال الزبده اللي كندوبوهم. غادي ندمجوا هاد العناصر مع بعضياتهم وغادي نبسبسوا داك الدقيق حتى نتاكدوا انه جميع دوك العناصر اندمجوا مع بعضياتهم وتلبسوا بداك الدقيق. عاد غادي نبداو نضيفوا في السوائل. من بعد ما تاكدنا بان العجين ديالنا تبسبس مزيان غادي نضيفو كاس الا ربع ديال المزهر. انا من بعد غادي نزيد نضيف ربع كاس، يعني بالمجموع هزات ليا كاس ديال المزهر، وما تبقى غادي نجمعو بالماء اللي يكون عادي من الصنبور. المكونات كلهم غادي نخليهم ليكم في صندوق الوصف. في هذه المرحله انا ضفت الكاس الثاني ديال الماء وكنعجنوا العجينه، خاصها تكون قاصحه. الكاس الثاني ديال الماء كنضيفوه بالتدريج حتى كنتحصلوا على القوام المطلوب. كنوضعوها في سطح العمل اولا في شي قصريه وكندلكوها مزيان. غادي نعطيوها واحد 4 او 5 دقائق هكا كنخدموها. من بعد غادي ندوزو باش نقطعوها عفوا. بالنسبه للناس اللي عندهم مقله صغيره اولا متوسطه فغادي تقطعوا الكويرات اللي يكونوا هكا صغارين. اما بالنسبه للناس اللي عندهم مقله كبيره فاكيد غادي تزيدوا تكبروا الكويرات على حساب الحجم ديال المقله اللي عندكم. من بعد ما قطعنا هاد الكويرات غادي ندوز هنا باش نشكلهم كويرات هكا، وكنوضعوهم في واحد الصحن وكنغطيوهم بلاستيكه، كنوضعوا عليهم واحد المنديل وكنخليوهم يرتاحوا. ضروري من هاد المرحله يرتاحوا باش ما كيعذبوناش في الخدمه وكيطلقوا معنا بكل سهوله. من بعد غادي نرشوا سطح العمل بالدقيق وغادي ندوزو باش نطلقوا هاد الكويرات بالمدلك. في المرحله الاولى ما غاديش نطلقوهم مزيان غير بهذا الحجم هذا، حيت مازال غادي نلصقوا وحده على وحده وعاد غادي نطلقوهم كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. صافي هكا غير كنسرحوها واحد شويه. كنجيبوا كره اخرى كنرشوا بالدقيق وكنطلقوها في نفس الحجم اللي طلقنا فيه الكويره الاولى. غادي نستمر بهاد العمليه هذه حتى كنكمل هذوك الكويرات كلهم اللي عندي.
هاد العمليه اولا هاد الطريقه اننا كنخدموا الكويرات كلهم عاد كندوزو باش نلصقوهم، كتختصر علينا الخدمه وكتجينا كتجينا هكا التحضير ديال هاد المعسله ساهل. وفي نفس الوقت هادوك الكويرات ديال العجينه اللي كنطلقوا كيزيدوا يرتاحوا وما كيعذبوناش فاش كنبغيو نطلقوهم بشكل كامل. كناخذوا هكا هادوك الكويرات اللي طلقنا، غادي ندهنوهم واحد الدهنه هكا بالزيت، يعني كناخذوا غير حبه وحده كندهنوها بالزيت، كنرشوا بالدقيق وكنوضعوا فوق منها حبه ثانيه. على هاد الطريقه غادي نستمر، كناخذوا الحبات كندهنوهم بالزيت كنرشوهم بالدقيق وكنحطوا فوقهم حبه اخرى. هاد العمليه كتختصر علينا الخدمه، وما تحاولوش ديروا كتار من 2 حبات حيت كيصعب انهم يتحيدوا في المقله، يعني كيصعب من بعد انهم يتفرقوا على بعضياتهم. فمن الاحسن باش كتاكدوا بان هاد العجين ما غاديش يعذبكم وغادي ينجح معكم، كنلصقوا غير 2 كويرات مع بعضياتهم وراه دغيا كتخدموهم. صافي هنا غادي ندوز باش نطلقوا هذوك الكويرات من بعد ما كنلصقوهم، كنطلقوهم بالمدلك يكونوا رقاقين وغادي ندوزو باش نطيبوهم. بالنسبه ليا انا هنا قلبت المقله حيت ما عنديش مقله كبيره بزاف وعندي فيها الجوانب فغادي يعذبوني، داكشي علاش قلبتها باش كتجيني سهله. الناس اللي عندهم المقلات اللي ما عندهاش الجوانب اولا مقلات كبيره فما لا ما تحتاجوا انكم تقلبوها، كنطيبوهم بشكل عادي في المقله الثقيله، غير كنحطوهم كنبقاو نقلبوهم. العافيه تكون متوسطه الغاديه المهيله ماشي متوسطه غاديه المرتفعه، كنحطو وحنا كنقلبو ما نخليوهاش تحمر نهائيا. صافي غير كتبدا تشمع على هذا الشكل راها كتبدا تفرق، كيبداو دوك الكويرات يتحلوا على بعضياتهم. صافي ما كنحمروهمش نهائيا غير كيتشمعوا، كنطويوهم وكنديروهم في واحد الميكا بلاستيكه ومنديل، ضروري ما كتخليوهمش نهائيا في الهواء، مباشره من المقله البلاستيك باش ما كيتكسروش لكم من بعد. صافي هنا درت كويره اخرى، درت واحد حبه اخرى. كيف ما قلت لكم ما تخليوهاش طيب نهائيا غير كتشمع كيتفرقوا الحبات على بعضياتهم. صافي كندوزو باش نوضعوهم في البلاستيك. كيف ما كتشوفوا راه كيتفرقوا بكل سهوله. من بعد ما كنطيبوا الكميه كلها كناخذوا هذوك الحبات وكنلصقوا وحده على وحده باش كتجينا هذيك لسان الطير او داك المعسله ديالنا. كيجي الشكل ديالهم زوين وكيجي فيهم بزاف ديال الطويات اولا داك التوريق، كيجيو حتى في المنيضر رائعين. من بعد ما لصقنا بالخليط ديال الماء والدقيق كنطويو على هذا الشكل وحنا راخفين يدينا وكنلصقوا الاطراف بنفس الخليط ديال الماء والدقيق. كيف ما كتشوفوا غادي نعاود معكم وحده كنلصقوا الاطراف ديال هذوك القطع اولا دوك ما عرفتش شنو نسميهم، وكنروليو احنا راخفين يدينا. وبالنسبه للجوانب كنلصقوهم بالخليط ديال الماء والدقيق. غادي نستمر اي حبه حضرناها ضروري كنرجعوها للبلاستيك كيف ما كتشوفوا معايا وكنسدوا البلاستيك. من بعد ما سالينا القطع كلهم غادي ناخذوا اول حبه بدينا بها باش كنلقاوها لصقات، كنحيدوا هذاك الجوانب على هذا الشكل وكنبداو نقطعوا بالمقص. من الاحسن يكون مقص كيسهل الخدمه، الا ما بغيتوا تستعملوا السكين فلكم الحريه. كيف ما كتشوفوا راه كيجيو فيها دوك الطويات زوينين. كنديروا واحد القياس ديال 2 سبعان وكنقطعوا. غادي نستمر حتى نكمل الكميه كلها، كنحيدوا دوك الاطراف وكنقطعوا ما تبقى. بالنسبه لهذوك الجوانب اللي كيشيطوا لينا فما كنرميوهمش بطبيعه الحال، حتى هما كيتقلاو وكيتكالوا كيتعسلوا وكيتكالوا.
هذا هو الشكل ديالها كيف كيكون. كتجي محلوله كيف ما قلت لكم، غير رخفوا يديكم فاش تكونوا كطويو فراه كتجيكم محلوله. غادي نعاود معكم واحد قطعه اخرى. كنحيدوا هذوك الجوانب وكنقطعوا بشكل مائل. طريقه واضحه في الفيديو. كنبقاو نقطعوا بشكل مائل على هذا الشكل حتى كنكملوا، وغادي ندوزو باش نقليوهم. الا لقيتو شي حبه محلوله على هذا الشكل فغادي تلصقوها بداك الخليط ديال الدقيق والماء بشكل عادي، وكتخليوها واحد شويه تنشف صافي، وكتدوزو طيبوها. غادي ناخذ واحد الكاسرون اولا مقله اللي تكون ثقيله. كندير واحد الحمام ديال الزيت هكا، واحد الكميه كبيره ديال الزيت، وكنوضعوا فيهم هادوك القطع ديال الحبات ديال لسان الطير، وكنقليوهم. ضروري الزيت تكون سخونه والعافيه تكون مهيله. كناخذ واحد المعلقه هكا وكنبقاو نرشوا عليهم الدقيق اولا الزيت عفوا باش كيزيدوا يتحلوا. كتقابلوها العافيه تكون مهيله باش كطيب لكم من الداخل ومن برا، وما كتجيكمش خضره من الداخل. غير كيتحمروا من هذه الجهه كنقلبوهم الجهه اخرى. من بعد ما كيتحمروا من الجوانب بجوج كنكونوا حاطين حدانا هكا واحد الاناء فيه العسل، مباشره كنوضعوها في العسل. نفس الطريقه ديال الشباكيه، نفس الطريقه ديال الطياب، ونفس الطريقه ديال التعسال. كيف ما كتشوفوا كتجي محلوله والشكل ديالها رائع جدا، ما فيهاش بزاف ديال المجهود، والمذاق كيجي غزال. صافي كنحيدوا هاد الكميه نوضعوها في العسل، وكنوضعوا كميه اخرى، ومن بعد كندوزو كنسقطروه من داك العسل. وهكا كنكونوا حضرنا واحد المعسله اللي لذيذه وسهله، والمنظر ديالها زوين، ما كتاخذش منا بزاف ديال المجهود. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه كلها، وهذه هي النتيجه النهائيه ديال المعسلات ديالنا. كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. كنزينوهم بالزنجلان اولا باش ما بغيتو اللوز ايفيلي. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تجربوا الوصفه وتنجح معكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم ما مشتركينش، وتوضعوا اولا تضغطوا على زر الاعجاب باش يوصلكم الفيديو، والفيديو ديالي يوصل بزاف ديال الناس. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده. بسلامه عليكم.